مرحبا حبايبي، كيفكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه يا رب. حبايبي حشارك معكم على الطريقه نتاع اللبلبي. الحمص بالطريقه العراقيه بيجي كتير طيب وسهل. المهم، هون عندي الحمص، طبعا راني غسلته ونظفته. البارح بالليل نقعته في المي، وهسه خليته يستقطر. هسه ححطه في الطنجره، وهون بعد ما خليته في الطنجره طبعا راح اسوي عليه المي واخليه على الطباخ لغايه ما يستوي. وهون حبايبي خليت المي وسويته على الطباخ، اخليه لغايه ما يستوي وارجع لكم. وهون حبايبي راح اشيل هاي الكشكوشه او هاد الوريضه من الفوق، راح ازيحها. وهون حبايبي راح بدا يستوي. طبعا انا ضفت الملح، المهم على حسب الذوق. حبايبي في هاي المرحله هنايا خديت 2 مغارف تاع الحمص وغادي نطحنهم، وطبعا غادي نزيد والسربنات هو ملعقه نتاع الكركم مع ملعقه بتاع الكمون. طبعا غادي نطحن وغادي نزيد الخليط هون. هون حبايبي خلطت الخليط بتاعي، خلاص راح اضيفه على الحمص الثاني. وهون حبايبي راح غير واحد الغليه وخلاص، واللبلبي بتاعنا صار جاهز. وطبعا حبايبي ما غاديش ننساو الحامض، واللبلبي بتاعنا صار جاهز. وحبايبي بهيك بيكون اللبلبي بتاعنا العراقي صار جاهز. طبعا الملح مزبوط، راح ضافوا ابو العيال مع رشة ملح. طبعا اللي يريد الملح او الكمون مع عصرة ليمون بيجي طيب طيب زاكي وزاكي كمان. احنا في المغرب كنقولوا حمص وكمون، حمص كمون. هما كيقولوا بالدول العربيه كيقولوا اللبلبي، وكل واحد اللي بغى الحار بيزيدو الشطه، بس هو لا ما عندوش مع الحار. المهم يا رشه كمون او الكركم، خلاص ها هي. وهذا هو اللبلبي العراقي.